تانية ابتدائي. بعتذر جدا طبعا على عدم تنزيل الفيديو كل ده، بس والله دي تالت مرة اعيد تصوير فيديو الدرس ده. يعني كل مرة بصوره وفي الاخر يوم ممسوح. الحمد لله. عندنا هنا درس التمثيل البياني بالاعمدة بمقياس 2 و10. ده الدرس السادس لحد الثامن. عندي هنا بيقولك العد بالقفز بمقدار 2. يعني ايه اصلا؟ احنا الاول نعرف اصلا يعني ايه اقدر اقفز بمقدار اصلا. انا عندي هنا واحد، الواحد بقت ايه؟ 2. تلقائي هسمعكم وانتوا بتقول بعد الاتنين ايه؟ 3. طب بعد 3 اكتب ايه؟ 4. طب احنا ليه بنكتب كده؟ انا كده نطيت نطة واحدة. انا كده نطيت قد ايه؟ نطة واحدة بس. واحد بزود عليه واحد عشان يبقى 2، بزود عليه واحد عشان يبقى ايه؟ 2. طب 2 بزود عليه ايه؟ بزود عليه واحد عشان يبقى 3. طب 3 بزود عليه قد ايه عشان يبقى 4؟ بزود عليه واحد. طب مس اسماء، طب انا كده بنط كام خطوه؟ قلنا بنط بخطوه واحده بس. طب انا لو عايزه انط بخطوتين، يعني بدل ما هقول 1 2 3 4، لا انا هقول 2. هنط خطوتين يعني زائد 2. 2 زائد 2 4. بعد الأربعة عشان أعرف الرقم اللي بعديها هنط برضو خطوتين. 4 زائد 2 6. طب عايزة أعرف الرقم اللي بعد 6، هزود 2. 6 زائد 2 8. طب عايزة أعرف الرقم اللي بعد ال8، هزود برضو 2. بعد 8 9 و10 عشان زي ما جمعت ايه؟ 2. بيقولك وبنفس الطريقة يمكن العد بالقفز بمقدار كام؟ بمقدار 10. 10 20 30 40 50 60. كده انا بنط بمقدار كام؟ بمقدار 10. بزود 10. بزود ايه؟ 10. طب بقول لك هنا اكمل الانماط وبعد كده نكمل بقى بقيه شرح الدرس. 2 4 6. كده احنا بنزود كام؟ 2 8 10 12. بعد ال 12 هزود 2 14 16 18 20. 5 10. من 5 بقت 10. انا زودت كام؟ نطيت كام نطه؟ سامعاك اللي بتقول 5، برافو عليك. 15. بعد كده زود على 5 20. بعد كده 25 30 35 40 45 50. هنا 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. سهلة ولا صعبة؟ طيب بيقول لك احنا المرة اللي فاتت عملنا التمثيل البياني بس كان بمقدار واحد. يعني بصوا كنا بادئين هنا من الصفر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طب النهارده هنبدأ ايه؟ احنا لازم نبدأ من الصفر دايما. لازم نبدأ ايه؟ من الصفر. بس المرة دي احنا بدأنا هنا في الأول من 1، لا المرة دي هنبدأ من 2. بصوا هنا شكله طويل ازاي. لما هو بيقولك هنا الجدول التالي بيوضح نوع الفاكهة اللي بيفضلها بعض التلاميذ. عايز نمثلها بيانيا بس مرة بمقياس 1 ومرة بمقياس كام؟ بمقياس 2. عندي بمقياس 1 هكتب هنا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لحد ما اشوف انا عايزه اوصل لغايه كام. احنا ممكن نكتب لغايه 10 بس عشان ده اعلى رقم عندنا في عدد التلاميذ. طب هنا مس اسماء انا عايزه اعملها ب2، يبقى هعمل ايه؟ 0 2 4 6 8 10 12. سهله ولا صعبه؟ وابتدي املى البيانات. طب تعالوا نبص في الصفحه هنا على المسألة اللي هنحلها سوا. بيقولك هنا احنا الأول عايزين نخبي الحل عشان نحل سوا. البيانات التالية توضح الأكلات المفضلة لدى 200 تلميذ. لدى كام؟ 200 تلميذ. أنا هقدر أكتب من الصفر لغاية 200؟ لا طبعا، ده صعب جدا. طب هعملها ازاي؟ صفر وبعد كده هنا 2 4 6 8؟ لا طبعا برضو ده صعب جدا. بص هو سهلها عليك وكتب لك صفر 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. ماشي. وقال لك بقى انت اكتب لي البيانات اصلا بتاعه التمثيل البياني. هنا اكتب ايه؟ الاكلات المفضله. طب تحت انا هنا هكتب هنا ايه؟ انواع الاكلات. طب هنا انا بتكلم عن عدد ايه؟ عدد التلاميذ. هنا نكتب عدد تلاميذ. طب بيقولك هنا اللي بيحب الملوخية كم واحد بيحب الملوخية؟ 50.
هطلع اطلع 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 لحد رقم 50 اهو، والون بقى من اول هنا، والون ده كله لون. طب كم واحد بيحب الكفتة؟ 30. اجي هنا 30 ولو. كم واحد بيحب البطاطس؟ 40 ألو. كم حد بيحب الكشري؟ 60. اجي عند 60 لحد 60 بس نمسح ده. كم حد بيحب الفاصوليا؟ 20. اجي هنا. طب تعالوا نبص مع بعض، احنا قبل ما يسألني اي اسئلة، عدد التلاميذ اللي بيحبوا ايه اكتر اكلة التلاميذ بيحبوها؟ الكشري، برافو عليكم. طب اقل اكلة بيحبوها؟ الكفتة، برافو عليكم. فبيقولك هنا عدد التلاميذ الذين يفضلون البطاطس. فين البطاطس؟ البطاطس اهي 40. اكتب 40 تلميذ. ما الأكلة الأكثر تفضيلا؟ احنا قلنا الأكلة أكثر تفضيلا ايه؟ كشري. خلاص احنا عارفين أصلا من قبل ما نعرف. ما أقل أكلة فضلها التلاميذ؟ احنا عارفين برضو ان هي الكفتة. بيقولك ما عدد التلاميذ الذين فضلوا أكل البطاطس والكفتة؟ عايز الاتنين. البطاطس احنا قايلين 40. طب والكفتة 30 زائد 30. 30 زائد 40 كام؟ الصفر هجمعهم مع بعض صفر. طب و4 و3 زائد 3 7. كم يزيد؟ احنا قلنا يزيد دي يعني ايه؟ قبل ما نكمل هطرح الذين يفضلوا اكل الكشري عن البطاطس. اللي بيحبوا الكشري قد ايه؟ 60. يبقى 60 ناقص البطاطس كام؟ 40. الصفر ناقص الصفر هينزل الصفر زي ما هو. طب 6 ناقص 4 2. لو جينا نشوف الاجابات بتاعتنا هنلاقيها نفس ايه الحل، هنلاقي نفس الاجابات بتاعتنا اللي احنا حليناها فوق. طيب انا عندي الدرس ده هنحله ايه؟ التمرينات دي هنحلها واجب وهتبعتها لي على صفحتنا على الفيسبوك، اما انزل لكم حلها على اليوتيوب كامله باذن الله.